السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم طبخ سوسو. ان شاء الله تكونوا كامل مليح وانتم تشوفوا في ذا الفيديو. فيديونا لنهار اليوم راح يكون عبارة عن تحلية لشهر رمضان المبارك. ان شاء الله يا ربي ينعاد علينا بالصحة والهنية. اذا حابة تعرفي الوصفة والمقادير ما عليك غير تتابعي الفيديو من الاول للتالي. يلا خلونا نبدأ. التحلية عبارة عن مقادير بزاف بسيطة، تبعي معايا برك. اول حاجه راح نجيبو كسرونه كيما راكي تشوفي، وراح نديرو اولا الكاس الاول تاع الحليب. يعني الكاس اللي حتعبري بيه راح تكملي بيه يعني كامل المقادير. يعني درتي الكاس الاول وراح نضيف الكاس الثاني. يعني الحليب مش راح يكون دافي ولا نورمال، تقدري تجبديه من الثلاجه وتبداي تعبري بيه. انا درت زوج كيسان وراح نزيد الكاس الثالث. اقسم بالله راح نجربوا هذه الوصفه وكامل مش راح تندموا عليها. وهنايا انا راح نزيد فلون باكي الكبيره تاع سموها رابحه. انا درت الاولى، واذا ما كانت عندك هذه اذا استعملتي نواره راح ديري زوج نوار. يعني اذا درتي رابحه راح ديري واحده، واذا درتي نواره راح ديري زوج بايط منهم، وانتي اختيارك تي واش عندك. انا درت انا كانت عندي هذه درتها. وهنا درت زوج مغارف تاع مايزينا، مغارف كبار، ودرت مغرف تاع لافاني وهكا. ومن بعد راح نجيب لافوي ونخلط كامل. اول حاجه راح نخلط بارد في بارد حتى يذوبوا لي كامل مع بعض. ومن بعد باش راح نديرها فوق النار، يعني راح نستمر حتى يذوب لي كلش. ايام بعد كنديروها فوق النار كيما هكا. انا هنايا راح نديرها فوق النار، وراح تولوا تحركوها غير بشويه، يعني ما تنساوهاش كيما هكا. شوفوا حتى يولي اللون تاعها كيما هكا صاي. هنايا اقلعوها من فوق النار وحطوها على جهه. هنايا كيف راح نديروها، راح نجيبوا وعاء وراح نتعمروا فيه يعني الكريمه تاعنا اللي صنعناها راح نعمروها فيه كامل. يعني نجيبوا وعاء سواء تاع نيلو ولا تاع زجاج، راح نعمروا فيه كامل هذيك الكريمه تاعنا. ومن بعد واش راح نجيبوا يعني بابي سيلوفان وراح نغطوها فوقه. لكن حرصي كي تجي حديري بابي سيلوفان لازم ما تخليش الهواء يدخل لها، لازم تغطيه كامل باش ما يدخلهاش هذاك الماء، وثانيا باش ما تديلكش القشره. يعني لازم تديريه مليح. ودوك نوريكم كيفاه. كيما هكا انا راح نغلفها وحرصوا ثان على الحواشي، يعني باش ما يدخل لكمش الماء ليها وكامل كيما هكا. انا راح نغلفها كامل كيما هكا. ومن بعد واش راح نديرها، راح نديرها في الثلاجة يعني حتى تبرد لي. يعني راح تخليها حوالي ساعتين يعني باش تبرد لك. واذا كنتي غاصبه عادي تقدري تخليها ساعه، ساعه ونصف انتي وزعما وحساب وقتك. يعني هي مش راح تدي منك الوقت بزاف، ولكن تحلية بزاف بزاف هايلة اقسم بالله. يعني تحلية ما نقدرش نوصفها لكم. انا هنا راح نفوتها للثلاجة وراح نفوتو للطبقة الثانية. هنا شوفوا راح نجيب وعاء زعما على جهة، وراح ندير فيه ملعقة كبيرة مايزينا، ملعقة كبيرة كيما هكا. وراح نجيبو 3 ملاعق من الحليب. هنايا راح نحرك يعني باستمرار حتى تذوب لي هذيك المايزينا في الحليب. وهنايا ما راح ندير بيهم والو دركا، راح نخليهم على جنب ونفوتوا للطبق الاخر. يعني هذه راح نخلوها على جهه وراح نخدموا الطبقه الاخرى، ومن بعد راح نقول لكم هذه وين راح نديروه. نخلوه على جهه ونفوتوا للطبقه الثانيه. هنا واش راح نجيب ثان كسرونه. هنا راح نصنعوا الكراميل تاعنا. راح ندير كاس مملوء من السكر كما راكم تشوفوا، وراح نحطها فوق النار. ولكن كما على بالكم لازم تكون نار هاديه بزاف، ولازم تقعدوا غير تحركوا فيها. انا راح نديرها على النار وراح نجيب كسرونه ثاني وحده اخرى، راح نعمر فيها كاس مملوء من الحليب، وراح نديره فقط يدفى يعني ماشي نطبخه. يعني راح ندفيه برك وراح نقول لكم واش راح نديرو. انا هنا السكر تاعي كيما راكم تشوفوا راح نديرو فوق النار كيما قلت لكم، ولازم تديروه على نار هاديه وتقعدوا تحركوا فيه باسكو يعني اذا لصق لكم راكم تولوا كاع في حاجه اخرى. هنايا راح نحركو يعني خليه حتى يبدا يدي لي هذاك اللون الذهبي تاعو. ويعني كيما قلت لكم ما تخلوش يلصق، راكي نوطي عليه كاع النار وقعدي خطره على خطره وانتي تحركي فيه. والحليب تاعي كيما راني دايرته هنا يدفى، راني موطي عليه يدفى باش نقول لكم واش ديروا به. كيما راكم تشوفوا هنا السكر تاعي راه ذاب كومبلي يعني
خليته على نار هاديه وبدا يذوب لي وبديت نحرك فيه غير بشويه. انا هنا صاي كي ذاب لي كومبلي. دوك نقول لكم واش راح ندير. شتو الحليب اللي قلت لكم حمو هنايا راح نضيفوا فيه غير بشويه، وكل ما نبدا نضيف فيه بشويه وانا نحرك، يعني نبدا نضيف ونحرك نبدا نضيف ونحرك. ومن بعد كي تكملي كامل الحليب اللي كنتي يعني طبختيه ودرتيه، هنايا راح نضيفوا هذيك الملعقه تاع المايزينا اللي درناها مع الحليب اللي قلت لكم خلوه، يعني ثان راح تحركيهم مع بعض. وهنايا ثان واش راح نزيدوا ملعقه كبيره من الزبده ثان، ونبداو نحركوا. يعني لازم تحركيه في الكراميل والا لصقت له. اقسم بالله غير كراميل ولا اروع، يعني تستعمليها في كلش. انا نصحك بالكراميل هذه، والله غير ذوقها ولا في الاحلام. يعني برك طبقي واش كنت نقول لك، والله غير تصدق لك باذن الله. كيما هكا انايا راح صاي يعني خلاص راها واسات لي. راح نعبرها هنايا كيما راكم تشوفوا، عبرتها كاع. هنايا واش راح ندير، راح نجيب الميكسر تاعي ونطحنها. هنايا يعني كي راح نطحنها هي راح تعقد لي وتدي لي لون بزاف هايل. انا خلاص هنايا خلاص يعني طحنتها، وكيما راكم تشوفوا لا كولير تاعها اقسم بالله غير لا كولير تاعها هايله، وزيد الذوق ما نوصفولكمش كامل. راح نخليها على جهه ونفوتوا لحاجه اخرى. انا هنايا كنت جبت غاطو بيمو عادي سامبل تاعنا، ودرت فيه ملعقة كبيرة من الفاني، وعلى جهة درت في كسرونة درت فيها ملعقتين من الزبدة. راح نخليهم يذوبوا وراح نقول لكم واش راح نديروا. صاي هنايا راهي ذابت لنا الزبدة تاعنا، راح نديروها مع هذاك السكر كامل وراح نبداو نحركوا. انا هنايا مش راح نلم كامل الكاطو كيما في التحليات الاخرين، لا هنايا برك راح يعني برك نحركوا معاهم. دوك تشوفوا كيفاه. انا هنايا مش راح نلمهم كيما العجينه كيما ما في نديروا في التحليات، لا هنا راح نخليه يعني الكاطو مفركت برك. هذيك الزبده راح تعطي له بنه بزاف هايله. وحرصوا على ديروا ملعقه من الفاني باش تعطيكم نكهه بزاف شابه. هنا راح نجيبوا الكريمه تاعنا بعد ما كانت بردت لنا في الثلاجه. راح نقلع لها سيلوفان وراح نديروا لها. وراح قبل اول حاجه راح نجيبوا الباتر تاعنا. اذا ما كانش عندك الباتر تقدري تستعمليه بالميكسر، ولكن ننصحك بالباتر احسن. هنا راح نجيب الباتر. اول حاجه راح نحرك الكريمه تاعنا كامل لاخاطش تكون جامده، يعني لانه كانت في الثلاجه كانت تبرد. هنا راح نحرك كامل هذيك الكريمه يعني حتى تتطلق كاع كيما هكا. ودوك نقول لكم واش راح نزيدوا لها. هذه كريمه ماشي تستعملوها غير في هذه التحليه، تقدروا تستعملوها حتى في لي تارتولات. اقسم بالله غير كريمه ولا اروع. بعد هذه الكريمه والله غير ننصحكم بها، يعني اذا كنتي حتصنعي لي تارتولات ننصحك حتى بهذه الكريمه باسكو بزاف شابه اقسم بالله. يعني الذوق تاعها لا يوصف. يعني تقدري ديريها في هذه التحليه تحليه اخرى. حتى لي تارتولات تجي فيهم واحد البنه بزاف هايله. هنايا واش راح ندير كاس الا ربع من الكريم شونتي. راح نضيفها كامل ونقعد نطلع بالباتر، نطلعها كامل. ودوك نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. هنا عاودت رجعت لكم بعد صاي ما طلعتها بالباتر ودات لون بزاف هايل، والذوق ما عندي ما نوصف لكم، ما عليكم غير تجربوها وتردوا عليا. هنايا راح نجيب لي بوشادوي ونعمر فيها الكريمه تاعي والكراميل تاعي. وهنايا شوفوا لي مول انا تاعي اللي اخترتهم كل وحده واللي عندها لي مول، يعني اي مول عندك ولا اي حاجه راح تزيني بها تجيبيها. انا كانوا عندي هذو لي مول جبتهم. راح ندير في كل مول راح ندير ملعقه من الكاطو ولا البيمو اللي صنعناه ساعتين. راح ندير كامل ملعقه ومن بعد شتي نتيا كي تكمليهم كامل ايا تبداي تدفي فيهم بشويه، تسقميهم كامل كيما هكا. ومن بعد راح نجيبوا الكريمه تاعنا اللي صنعناها الاولى البيضه. واش راح نديروا، راح نسقموها كامل كيما هكا. نديروها اول حاجه كيما هكا ومن بعد نبداو نسقمو فيها بالملعقه. راح ندير كامل فيهم ومن بعد نعاود نرجع ليهم بالملعقه نسقمهم كيما هكا. كيما راكم تشوفوا انا راح نعمر كامل تاوعي ونوريكم. يعني راح تقطع لك كونتيتي كبيره كيما انا صنعت هذه الكريمه، عمرت بها هذه التحليه وبقات لي حتى عاود صنعت بها تحليه اخرى جات بزاف هايله. انا شوفوا بعد ما عمرتهم كنت سويتهم بالمغرف. ايا وهنايا صاي كي سويتهم مليح. انا هنايا كنت غاصبه تما جبت الكريمه تاعي هذيك الكراميل وكنت نغصب، يعني درتها نديروها طبقه فوقها تزينوها كيما هكا كيما راكم تشوفوا.
زينوها غير بشوية وراح تجيكم بزاف بزاف هايلة. بعد ما نديرهم كامل كيما هكا انا راح نعاود نردهم للثلاجة حتى يبردوا لي، وكي يجي وقت التزيين راح نوريكم في طبق التقديم باذن الله، راح تجي بزاف هايلة. بعد ما بردت لي التحلية تاعي كيما راكم تشوفوا، اقسم لكم بالله العلي العظيم مانيش نكذب عليكم، والله 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 اروع تحلية ذقتها في حياتي. تحلية بزاف هايلة. الكراميل، بالنسبة للكراميل بالنسبة للكريمة كانوا بزاف هايلين، ويعني الذوق تاعهم لا يوصف، والله غير صدقوني جربوها والله ما تندموا. يعني راح تعجب العائلة تاعكم بزاف بزاف. يعني شوفوا ما هي حلوة بزاف وما هي زعما كتينا بزاف هايله، اقسم بالله جربوها وما تندموش. كيما قلت لكم حتى الكريمه هذيك يعني ماشي غير في التحليه هذو، حتى وتبقى لكم واش ديروها، ديروها فقط في بورتمونجي ودسوها لنهار وقت اخر تخدموا به حاجه وحده اخرى. انا ثاني كهنا كي خدمت كانت بقات لي كميه كبيره درتها في بورتمونجي، ومن بعد بقى يومين 3 ايام وعاودت خدمت بها، جات بزاف هايله. ما عليكم غير تجربوا الوصفه. إلى هنا نكون كملنا فيديونا لنهار اليوم، إن شاء الله يكون خفيف ظريف عليكم. واسمحوا لي بزاف. إن شاء الله تسيوا الوصفة وتردوا لي في التعليقات بإذن الله، وأي حاجة أو أي استفسار ما عليكم غير تكتبوا لي في لي كومنتير، وبإذن الله راح نرد عليكم كامل. ما عليكم غير تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإلى اللقاء ورمضان مبارك.